أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد مع سلسلة جديدة اسمها قلنا وقالوا. في السلسلة دي هنتكلم عن أبرز الشائعات في مجال العيون والرد العلمي عليها. ممكن تلاقي الفيديو صغير، ممكن تلاقي الفيديو طويل. إن شاء الله كل الشائعات اللي انتوا سمعتوا عليها أو عايزين تتحققوا من دقتها ممكن تسيبوها لنا في التعليقات وهنرد عليها على طول. وأول واحدة من أبرز الشائعات هي الجزر يقوي النظر. ممكن حد فيكم يكون فاكر ان الموضوع مثلا مرتبط بالقافيه او الوزن، الجزر والنظر. هو في اساس علمي للموضوع بس عايزين نوضحه. الاساس العلمي ان الجزر غني بفيتامين اي، وفيتامين اي مهم جدا للعين والشبكيه. ونقص فيتامين اي الشديد في حالات مثلا سوء التغذيه او الحروب او الاماكن اللي فيها مجاعات بيأثر جدا على العين. ده ممكن يعمل عمى، ممكن يعمل الاول عمى ليلي، ما تقدرش انت تشوف الحاجات بالليل، او الطفل ما يقدرش يشوف الحاجات بالليل، وبعد كده يؤدي الى عمى كامل وجفاف شديد في سطح العين، ومعاه كمان عتامه في القرنيه. كل الحاجات دي بتحصل في الفقر الشديد في الامداد بتاع فيتامين اي، واللي بيتم علاجه باخذ حقن من فيتامين اي او اقراص او اغذيه غنيه بفيتامين اي. هل ده ممكن يحصل في الناس العاديه اللي زينا اللي بياكلوا غذاء مثلا في سلطه او فاكهه او حاجه زي كده؟ لا. الكميه اللي احنا محتاجينها من فيتامين اي يوميا ما هياش كبيره قوي. ممكن ان انت بسهوله جدا تاخدها من حاجات كتير، حاجات زي الجزر، حاجات زي عصير الجزر، حاجات زي البطاطا الحلوه، حاجات زي السبانخ او الكبده سواء فراخ او لحمه، وحاجات تانية كتير. فمش معنى ان انت هتاكل جزر ان ده هيقوي نظرك، او مثلا هتستغني عن النضاره او العدسات اللاصقه لو عندك ضعف نظر. الجزر فعلا بيحافظ على الشبكيه بتاعتنا كويسه، ومش بس الجزر، في عديد من المصادر الاخرى الغذائيه اللي بتدينا احتياجنا اليومي من فيتامين أ. بالنسبه للاطفال اللي في مجاعات، وبعض الدول دلوقتي بقت بتدي جرعات من فيتامين أ، زي مصر مثلا كان عددهم جرعتين تقريبا، زودوها دلوقتي تقريبا ل9 جرعات على حسب ما اتذكر، لامداد الطفل بفيتامين أ وغيره من الفيتامينات والحاجات اللي الطفل محتاج. كلوا جزر، كلوا فاكهه، كلوا سلطه، كلها حاجات بتساعد جسمكم بصوره عامه وبتساعد صحه عينيكم. بس مش معنى كده ان اللي هياكل جزر هيستغني عن النضاره او هيشوف كويس. دي كده كانت اول حلقه، مع السلامه.